زي ما شايفين يا جماعة، هنا ده أبوي يا جماعة مريض جدا وتعبان ووقع. فطبعا كالعادة يعني إنه زول أنت أبوك لازم ترفعه، ورفعت أبوي يا جماعة. وزي ما رفعني العمر ده كله، أنا هسي الليلة ردت له الجميل ورفعته. وأبوه قلت له يا أبوي إن شاء الله حتقوم بالسلامة يا أبوي. وأبوي كان مبسوط جدا وفخور بي شديد إنه ما عملت معه زي ما بيعملوا ناس كتار بيهملوا أبهاتهم. وسكتوا وماشيين على البيت، وانا والله حزين جدا للحالة دي. وهنا جينا دخلنا البيت يا جماعة، وابوي تعبان شديد من المرض. زقيته موية قلت له اشرب، وان شاء الله اي حاجة حتهون، وان شاء الله حتبقى كويس، ونرجع تاني الخرطوم ونرجع احسن من الاول ان شاء الله. يا الله يا أبوي كل يوم حالته بالسوء، والعلاجات بقت غالية، وكل يوم سوق أسود سوق أسود، والقروش اللي معاي خلاص انتهت، ولازم أرجع أنزل الشغل. لكن اللي بيعتني بأبوي منه. يا الله يا الله قدرني، يا الله حل علي من عندك يا رب، يا رب حل علي من عندك. فالصديق وقت الضيق اتصلت بصاحبي عمر يا جماعة وحكيت له، قلت له يا صاحبي تعال سد لي أخوك. فعمر طوالي لبى النداء وجاء واعتنى بأبوي ووقف معاه. وزي ما شايفين هنا يعني عمر زول بشوش جدا، وزي ما بقولوا الصديق دايما في وقت الضيق. هنا أبوي ما شاء الله يقول لي أنت طبعا زي ولدي الكبير وكده، وما شاء الله هنا جاب لي أبوي الموية واعتنى بيه وأبوي مبسوط جدا جدا. وانا بغادي في الشغل وبجاي صاحبي معتني بأبوي. وزي ما شايفين هنا كمية الاحترام ده، وجاب له المصلاية عشان يصلي. وده الصديق الصح يا جماعة. والصديق وقت الضيق، وكل الحب لصديق عمر.